هذا أحمد الزين. أحمد الزين يملك خبرة وتجارب كبيرة جدا. يا سلام أحمد الزين خطير. أحمد انطلق عرضية في اليمين للزين خطيرة لضمك. الزين مرة ثانية مهاري حاول يمر. كان حاضر في أرضية الملعب من جانب عناصر الحزم. كرة محاولة أحمد الزين تسديدة. الله الضمك يقول ويسجل الهدف الثالث. جول مباريات السادسة الآن والزين وسجل باقة بس تقريبا انتهت مع الهدف الثاني مع ضمك، واصبحت صعبة جدا مع الطرد وكذلك اصابة الحارس. بالنسبة للطاعي هنا ممكن ثالث ستانشيو يكملها. ستانشيو كان في اللقاء الأول في العام 2019 أحمد الزين محاولة لمسة السلام سانتيسو على الجهة اليمنى الآن عند أحمد الزين يريد أن يلعب كرة عرضية خطيرة. من يأتي بالهدف الأول؟ محاولة ركلة جزاء. لاعب دولي مع منتخب. يجرب يشوت كرة تصل الآن الزين لمسة جميلة رائعة. لفكرة إضافة الثاني مرة ثانية مع الزين الله ما اكملت كلها. لعبة أنتوليتش جميلة. استلام هو سوي بالراس. أحمد الزين مررها. محاولة الزين يدخل 18. ما زالت الكرة معاه بلمسة عند سلطان فقيهي إلى أحمد الزين. يأتي الكرة لضمك عرضية ممتازة. انكودو تصويبة قوية على غير العادة. أي تأثير عن أي سوبر ستار عن أي كعب يأتي الآن. صار وصية القشب على الجهة اليمنى. هذه خطيرة عرضية زاحفة أرضية في المرمى. ناحية اليمين انطلاقة هجومية لدى أحمد الزين. لعب كرة ممتازة ذكية تمريرة. المحاولة خطيرة. أنتوليتش عدى وكرة الزين من تقدم إلى هذه المناطق بملعب الرائد. الكرة يا سلام على المرور من أحمد الزين يتركها في اللقطة الماضية. تدخل إلى أندري موريرا والأمام، ولكنها مرت بنا الجميع عند مرمى في على الدوران من جانب فوفانا. سيلس يأتي بالكرة الماضية. النصر ضاغط واعتماد واضح وصريح من جانب ضمك على المركز لانكودو. لف ودار حاول فيها. استلام أحمد الزين أمام النجدي. مرموة لعب الكرة جميلة داخل منطقة الجزاء والعرضية هذا أحمد الزين اللاعب البديل في شوط المباراة الثاني. أحمد الزين في محاولة وبعد الكرة إلى خارج أرضية اليمين عند أحمد الزين. استلم أحمد بالمهارة بالعرضية. وصلت سهلة عند فلاديمير. خطيرة كانت لمصلحة جورج نيكوندو. خطيرة الكرة ضبكوية جميلة المحاولة. الكرة بالتمرير للناحية اليمنى. من قدمت البرازيل عبر كل التاريخ. يا هي حاضرة بينية أيضا موجودة إلى أحمد الزين. يا سلام يمر يعدي فابيو يبعد الكرة الماضية. داخل فيها شوية سالم ضاعت منه، لكن عمل رائع جدا لدفاع ضمك. عمل كبير جدا لفريق ضمك. تغطية تدخل وبعد ادانا كرة بتعود إلا إذا هنالك شيء جديد في قاتم الدقائق. لدينا وقت بدل من الضائع سيدنا. وبعد ذلك الكرة تلعب الآن بشكل سريع. مرت المحاولة. أحمد الزين يرسل الكرة للأمام. الكرة تعود الآن في مكان سليم. إلى كان مراقب ولكن الأخطاء مستمر. أحمد الزين 4 أمام 3. الزين أحمد في اليمين يبحث عن زميل. عاد بالكرة تسديدة من بهدف مقابل لا شيء. لدينا تبديل يجرى الآن. اللاعب كرة
بعد ذلك نيكولاي قدمه خطيره وقويه تصل عند طارق حامد. تغيير اتجاه اللاعب احمد الزين في اليمين. الزين بكره عرضيه خطيره لكنها مرت تماما. في المملكة العربية السعودية عندنا كرة لأحمد الزين يتقدم إلى الأمام. ضمك يريد الرد، تسديدة خطيرة خطيرة. الكرة هذه ما استغلها، حتى الكرة هذه ما استغلها سلطان فقيه، وكان في الإمكان أن يأتي نادي ضمك ويقلص الفارق. نيفيز والزين وكرة تصل بعد ذلك في وسط الميدان. من هناك من في الانتظار إنه كيفن الكنترول الرائع. الكود 1 على 1. عندك كراسكو يعني في التمرير وفي الذكاء وفي الكرات، لكن يحتاجون مهاجم يتحرك. سيسين بسبب خيار المدرب يدخل عبد العزيز الشهراني. هنا كرة لكودو. انطلقت المواجهه بالتوفيق ان شاء الله للفيحاء والضيف. ممكن تكون الكلام الاخر. كره ملعوبه على اليمين لاحمد الزين، يرسل كره عرضيه حلوه في مكان جميل، لكن الكره فيها تغطيه. هو من صوب. يحاول العمار، قطعت من أمامه، راحت أهلاوية، ثم السنوسي لعبد الباسط جانبي ضمك. جانبي فريق ضمك، الفريق الذي خسر من امام الهلال متصدر دورينا بهدفين مقابل هدف وحيد. الزين يحاول أمام تغطية، حكم المباراة يشير إلى صافرة، والتعاون ينجح في إبعاد الكرة لأحمد الزين، وأحمد الزين يمرر مساوي على المساندة لم تأتي بشكل سريع، وبالتالي خالد وضعها بهذا الأسلوب. وصلت إلى مصطفى، تعود الآن إلى ضمك. تغيير اتجاه اللعب، تصل للأخضر. القليل من الكرات التي تتاح له في شوط المباراة الأول. الاستحواذ تماما لنادي ضمك. كرة المرتدة، الكرة على الجهة اليسرى. كودو يحاول الوصول من الأدوار الدفاعية والتعليمات من جانب كوستي كونترا. أحمد الزين لمسة أمامية. الكرة صدت وعادت. لا والله ما زالت الكرة والعرضية. يلعب الكرة، المحاولة في الاستلام. في هذا الموسم كرة بالخطأ تصل محاولة خطيرة لكنها بونو في التغطية خطيرة. وكرة حلوة النقطة الأخيرة. حتى الآن في وسط الملعب سانشو غير الاتجاه، لعب كرة على اليمين. أحمد الزين والعرضية من أحمد الزين، وما زالت خطورتها. ما زال فريق ضمك يضغط، ما زال مستحوذ على كورته. يلعب العرضية أحمد الزين. كودو حول كرة. سوروكو. تأتي كرة هنا، بتران شافعي قلوب دفاع هدفين. الزين سيساي. بتران في دفاع طبعا. كرة أمامية، السلام أحمد الزين خطير. أحمد انطلق عرضية ممتازة اللي هو سولان، رمزي سولان البديل اللي يدوب داخل أرضية الملعب، وأحمد الزين والكرة تبعد. عمليات الأحمام، لمسة من جانب نيفيز خاطئة خطيرة إلى الكود. فرصة لضمك لكنها ترميلها. يتقدم الكاميروني، يرسل كرة، الكرة متاحة مع الزين، البحث عن سولان، التسديدة سهلة. أصبح متمرس، أصبح من جديد. محاولة قائمة لنادي ضمك، يتقدم في كرة إلى الأمام، يلعب العرضية، تصطدم وتذهب إلى خارج. لحد الآن يتعادل مع العالم. الزاوية عبد القادر بدران لعب الكرة. زين راوغ أمام الفين. ما زال قائمة في الجانب الأيمن لمصلحة نادي ضمك. من اللاعبين السعوديين المستمرين في حتى نور الرشيدي يترك كرة لضمك. الآن انطلاقة وتمريرة بينية ومحاولة لسنوسي هوساوي. متعب الحربي أمامه. حامد أحمد الزين. يعني هل راح نشوف هذا التغير؟ كرواتيا للاعب أندريتش. كرة أحمد الزين، ضمك الآن يحاول بعرضية. معيدة بن عسيري. بالنسبة للاتحاد كرة في الجانب الأيمن يا جماعة، ثلاثية وضمك يحاول الكرة الماضية من جانبية، ويفعل ما هو أكثر من ذلك، لأنه في الدقائق الماضية نشوف العديد من اللقطات. سلطان فقيهي، لكن خروج ممتاز للكرة مقطوعة من خالد السبيعي، والكرة ما زالت في وسط الميدان. رأسي لحمد الله سجل هدفه الثامن. كرة
في الكرة، ارسل كرة لاحمد الزين، الزين ارسل كرة للخلف رب شافعي. والمحاولة ما زالت ولاعب الكرية يطالبون بركلة جزاء، ما زالت التسديدة ايضا راحت شمال ومن امتع الجماهير الرياضيه في المملكه العربيه السعوديه. عندنا كره لاحمد الزين 2-0 تعادل مع التعاون 0-0 بعدها فاز على هدها في الديربي. لمسة أمامية بالراس خلصها سنوسي وساوي، التغطية خاطئة تعود لكن براسه على سنوسي خلصها أمام هزاع. الفاسيميدي كرة ثانية مينسا، الآن الكرة مع مينسا لكن أحمد الزين بمهارة يحاول سنوسي يعيد الكره، ثم سيسي طويله الى ادوارد. ماتياس نورمان في وسط الملعب، ماتياس بالخطأ، ماتياس يقطع الكرة أحمد الزين، هل يعاقب ماتياس لكن الكرة العرضية. إذا تلعب الكرة الآن الجانب الأيمن للعلا، المجحد إلى الزبيدي لعبها أمامية لفريق العلا، فيها خطورة فقط يعني تواجد في دوري الدرجة الأولى. كرة ملعوبة الآن عند أحمد الزين، ملعوبة الكرة في مكان خطير جدا، الاستلام برافو الأخطاء إلى توقف في هذه الكرة، لكن الله على كرة، على سرعة، على تحول سريع، على لمسة سريعة، على كرة إلى جهة اليسار، فرصة للعلا الآن الله باربوسا غير اتجاه اللاعب هناك على الجهة اليسرى، زين أحمد طويلة للأمام، خطأ آخر، كرة واصلة، تصويب اختيري للصلبي، ماتياس يتحرك ويبحث عن أحمد الزين بلمسة طويلة جميلة جدا، كولوريس والهروب، كولوريس يحاول هدف للوحدة على الأنوار، كرة ملعوبة على الجانب الأيمن، أحمد الزين حلو ولكن متعب شرحيلي في التطبيق. عمار دحيم في إرسالية طويلة للكرة هناك، ممتازة عند أحمد الزين، لمسة عند أيمن الخليفي إلى جانب جوانكا، حلو الكرة عند أحمد الزين والعرضية من أحمد والكرة عدت كولوريس يصوبها، لكن الكرة السماضية في اللقطة السماضية وإلى جهة اليسار، العدالة يبحث عن نتيجة إيجابية، هنا تسديد ماذا يكتب لأيمن الخليفي، هنا أحمد الزين وبالراس قبل ذلك من محمد المجحد بلمسة، وصلت هنا كولوريس أمام خالد شويع، كولوريس بلمسة مرارية في تناقل الكرات، هذه كرة ملعوبة الآن للأمام عند أحمد الزين، والكرة عرضية موجودة والخطورة مستمرة، ولكن تركي الجعدي محاولة ما زالت ولاعب الكرية يطالبون بركلة جزاء، ما زالت التسديدة أيضا الكرة الكبيرة التي تحضر من لاعبي الوحدة، هنا لمسة ملعوبة هناك على الجهة اليمنى للمتحرك للبديل في شوط المباراة الثاني، لكن يفقد العلا العرضية ترسل، بعد ذلك المرمى هاولان لكن بلمسة جميلة من أحمد الزين، المجحد راح هناك أيضا الجوانكا لكن المجحد لم ينجح. المنتصف الآن ملعوبة جوانكا أو كلوريس إلى جوانكا، البحث عن كلوريس بموقف الفريقين في الدوري، العلا في رابع الترتيب في المركز الرابع، هذا علي الزبيدي وتمريره الجميلة، تقليص النتيجة لكن لا وجود الكرات الخطيرة أبدا، العلا سير الأمور كما يريد، هنا لمسة تقدم لكولوريس، يمر الكرة سجل الصلبي على الكرة طويلة بحثا عن كولوريس، لكن لا وصلت لأحمد الزين، وصلت يا سلام على المرور لأحمد الزين، يا سلام يا أحمد يتلاعب يحاول يريد تمرير الكرة من جديد، والعرضية من الزبيدي للخطأ والصناعة الآن والمساهمة، هنا أحمد الزين يبحث عن هذه المحاولة، أحمد الزين لكن أيضا جديد التجديد حاضر من دفاعات نادي الوحدة، تصل عند أحمد الزين، ربما يفكر بالتصويب أو التمرير، تمريرة حلوة هناك عند تراوري، عرضية للأمام رأسية تأتي من ياسين مازال يحافظ على كرته، العرضية لم تأتي، تصطدم رمية تماس ما زال هنالك أمل يا ياسين، الإبعاد يأتي لتعود الكرة مرة أخرى، رمية لمسة ملعوبة عند عبد المجيد الصيحي، يلعب كرة يا أحمد
جوانكا داخل ال 18 يعرض الكرة، لكن هذا هنا بهذه المحاولة وصلت هناك لأحمد الزين، بعد ذلك مقطوعة من جانب أيمن الخليف أيضا، والمحاولة والعودة من جانب أحمد الزين لما تبدو الأخيرة، لكن هنا لناصر كعبي يبحث والنجاح لأحمد الزين، وينجح أحمد الزين. يا سلام يا في دوري يلو هذا العام أو على مستوى الدور الأول في الدوري يلو صافرة، والخطأ الآن وبطاقة صفراء في أهداف التي كانت مع فريق خميس مشيط هناك في ضمك. لمسة ملعوبة عند سميحان في الوسط، يسيرو لا يريد أن يترك اللاعب المساحات، لأن هناك تتحدث عن كونر باليه عن اللي أمام. ولم نشاهد أي خطورة من جهته رغم النجاة متواجد فيها أحمد الزين كظهير يسار. هنا ملعوبة الكرة لكنها موجودة، والإبعاد حاضر كان في الكرة الماضية إلى أحمد الزين، مستمرة الكرة، عودة من جديد إلى أحمد الزين في العمل الاستمرارية للعلا. سميحان النابت، العودة للخلف الآن للأمور العربية. بوزة تصل عند سلمان، المؤشر يلعبها للخلف، عمار النجار بعرضية رأسية مقطوعة من أحمد الزين، يؤدي أداء جيد أحمد الزين على مستوى الظهير الأيسر. هنا لمسة، هنا الارتداد، هنا المرتدة الخطيرة، أحمد الزين على الجهة اليسرى من أمام المساحة للهدف الرابع لصالح نادي العلا، ما زالت مستمرة. اختار لمسة عند محمد عويس، يرسلها طويلة للأمام أحمد الزين بلمسة وتمريرة سميحان النابت. هجوم العلا من خلال الثلاثية اللي عملها اليوم. لو كان داخل روسي نقلها خاطئ يتصل الى جهه اليسار الزين. ليس على المستوى تسجيل الاهداف في دوري الدرجه الاولى. اذا عندنا دقيقتين فقط مضافه على الوقت الاصلي. قربنا من الدقيقه 96 من مجريات شوط المباراه الثاني. ميرندا محاوله المرور، ديجو حاول في اللقطه الماضيه ولكنها مقطوعه عند الزين لعبها اماميه الان. اصبحت صعبه مساله العوده ومساله انه التعديل، واصبحت صعبه بجانب الجده. العلا في يومه صلب اليوم العلا، لكن البنفسجي يستطيع العودة. عمار التحيم يلعن الزبيدي للعلا، 4 دقائق متبقيه. عمار التحيم مع بين احمد الزين اماميه الان خطيره. تأتي من جديد لعبد العزيز طويلة ما يدري شيء، مقطوعة كرة، تصل الكرة لصالح نادي العلا. الارتداد عند جوانكا، استلام حلوه، تهيئه من جوانكا، العوده للخلف، دانييلو باربوسا، تمريره الان أحمد الزين، تمريرة حلوة في المساحة، إرسالية ممتازة على الجهة اليمنى، مسعود بالاستلام، الضغط من أحمد الزين، ممتاز الضغط من أحمد، تأتي نيتان إبرة يكسب الرمية الجانبية، أو عفوا هي لصالح العلا يا لونار، لكن هنا بواحدة من كرات جوانكا بلمسة، ثم بعد ذلك أيضا تتخلص من عبد الله هزاز، والراية جوانكا نقلها لعبها الى محمد المجحد، الى الزين يبحث عن مساندة الى جوانكا، خطيرة ربما للعلا. مهمه جدا. على الجوله الحادية عشر كان عندنا 17 هدف 9 المباريات. عدنان يتقدم، علي عدنان يغير اتجاه اللعب هناك على الجهة اليمنى، لكن الاستلام يأتي من أيمن خليل. الوقت المحتسب البديل مر منها 2 وباقي دقيقتين، وهذه الكرة ملعوبة الآن موجود. وصلت هنا ريدوية لميداس الأخوة أحمد الزين، يبدأ المهمة في هذه القمة الجميلة جدا. يا سلام، الموسى يرسل عرضية للأمام الموسى، لكن الكرة مقطوعة من أحمد الزين إلى خارج. سيطر على كرة أحمد الزين، يعود إلى الوراء، أرسل إلى محمد المجحد، عادها إلى أحمد الزين، يعيد الكرة بعد ذلك إلى الجماعة
المالكي يبحث عن عثمان، لكن أحمد الزين تابعه بشكل جميل جدا. تحدث أيضا عن في هذا المجحد إلى المجحد العلا في اللقطة ما قبل الماضي في المنتصف. كلوريس غير اتجاه اللعب، جوانكا أمامية الآن إلى أحمد الزين للعلا، محاولة المرور، الزين في الجانب الأيمن، الزين نقلها لعبها أرضية الآن النابل، لكن عبد العزيز ما يدري في التغطية، ينضم معه للعودة للخلف سميحان، ماتيا، أحمد الزين في الوسط، اللقطة لصالحنا، الكرة التي أتى منها الهدف لجوانكا، أهم أسلحة نادي العلا في هذا الموسم. لمسة ملعوبة على الجهة اليسرى، ما زالت الكرة في أرضية الميدان عند أحمد الزين، لمسة ملعوبة باربوسا، جوانكا يحاول غير الاتجاه بشكل مميز لأحمد الزين بلمسة من جانبية أحمد الزين. هنا أيضا أمامية، انطلاقة، محاولة للمرور، أحمد الزين إلى جوانكا، الاتجاه واتجاه العلا 3-1 ويبحث عن الاتجاه، والهدف الرابع الآن. جوانكا يبحث، تلعب سريعا لكن المحاولة ما زالت، تلعب سريعا لكن المحاولة ما زالت وليا. الهدف الذي أتى وحيدا في هذه المواجهة لا يسأل أبدا عنه، الأسلوب تماما. وعلي عدنان العراقي المدافع، رمسة ملعوبة حاضرة تغطية من دفاعات نادي الوحدة، مرور ممتاز ذكي من عبد العزيز مكين، ما زالت الكرة مع أدام تراوري، غير اتجاه اللاعب، ممتاز التغيير، ممتاز التغيير، استلام أميز من أحمد الزين، يلعب كرة عند محمد المجحد، الاستحواذ الآن ذلك للصلبي ماتيا، سيتش يتقدم ويبحث، وأحمد الزين أين هو الحل؟ أيمن الخليف، جديد اللقطة عمار نجار، إرسالية بالخطأ تأتي عند أيمن الخليف على الجهة اليسرى، عبد العزيز مكين بقطع الكرة وتعود وتتخلص أيضا، يبحث من خلالها العلا الآن، لكن وصلت وتحولت هناك لي 20 هدف في الموسم الماضي. هنا لمسة ملعوبة على الجهة اليسرى، ما زالت اللقطة عند أحمد الزين إلى أيمن، خليف للخلف لأحمد الزين بلمسة لجوانكا، جوانكا يبحث، جوانكا يحاول الأرجنتيني بلمسة، كولوريس ما زالت بتناقل الكرات ومحاولة مجددا أيضا للتحرك. العدالة يمتع ويظهر بصورة جيدة، كرة إلى جهة اليسار، إلى جهة اليسار، يا لهذا السيناريو، يا لهذا السيناريو. كلوريس فريق السلفي، يحيى قربي حاول التعدية، عادت الآن لأحمد الزين، أحمد الزين إلى جوانكا، جوانكا يحاول المرور، جوانكا هل يظهر ينسى كرة مقطوعة تصل من جديد أحمد الزين، الضغط يأتي عليه من مسعود الخيط، أحمد إخراج الكرة بالخطأ من جديد اللقطة. المباراة الجميلة جدا بأحداثها وتفاصيلها. الشوط الثاني كان شوط مغاير تماما، وصلت ما زالت بلمسة الجانبية تحضر عند أحمد الزين، أحمد الزين على الجهة اليسرى، العلا الذي في آخر 5 جولات في الدوري هو يعني تلعب أحمد الزين على الناحية اليمين في منتصف الميدان،